ويبدو الحديث وكأنه صادق قبل أن يصبح حاكم أو مسؤول رسمي، ثم يغير هذا بعد أن يصبح مسؤول رسمي. فنحن لا نغير، موقفنا أساسي. ولدنا في العراق كجزء من أمة عظيمة ومجيدة، وعشنا في العراق، وأكرمنا الله من خلال العراقيين أن نكون بهذا الموقع والموقف الذي نحن عليه. ولذلك سنموت أيضا في العراق أو ضمن ثرى الأمة طبقا لما يقرر الله سبحانه وتعالى. أما الحديث عن اللجوء اللي يتخلى عن أمته فقط هو الذي يطلب خلاص نفسه، أما اللي يلتزم بشرف الدفاع عن وطنه وأطفال بلده وشعب بلده يفترض أن يلتزم بنفس الأخلاقيات التي تحدث عنها عن بلده، تحدث عنها إلى شعبه، ولا يتنازل عنها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحدث ورجل ولا عدو فقد إلى جهنم. إلى جهنم. اللي يتخلى عن أمته فقط هو الذي يطلب خلاص نفسه. ولذلك سنموت أيضا في العراق أو ضمن ثرى الأمة طبقا لما يقرر الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي. أما أنا فإن حياتي ستكون أطول حياة شريقي.